السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن بند أساسي من بنود أي ميزانية، وهو خزين البيت الأساسي. يعني مثلا لو انت ميزانيتك 3000 جنيه أو 4000 جنيه، هقولك لو انت معاكي 600 جنيه بس ازاي تجيبي منهم خزين البيت الأساسي. طبعا كلنا عارفين ان أي ميزانية لو انت بتحسبيها بالورقة والقلم هتلاقيها تتقسم لأربع بنود: خزين البيت الأساسي، وعندك كمان بند اللحوم، وبند الخضار والفاكهة، وبند المنظفات. النهارده ان شاء الله هنقول ازاي ب 600 جنيه بس هنجيب خزين البيت الأساسي. ممكن يكتر شوية، ممكن يقل شوية عن 600، ممكن يكتر شوية، وهيكون فرق الأسعار هو الفرق في الفلوس ده هو فرق الأسعار من مكان للتاني أو من محافظة للتانية. إن شاء الله الفيديو يكون مفيد ليكم. بس حابة أقول لكل الأمارات اللي فتحوا الفيديو بتاعي، لو انتي أول مرة بتشوفي قناتي لأول مرة وعجبك الفيديو واستفدت منه، أتمنى منك إنك تنوريني بالاشتراك في القناة وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديوهاتي. يلا بينا نشوف أنا جبت إيه بال 600 جنيه. أول حاجة جبتها وهي كانت الرز. الرز دلوقتي موجود في السوق كيلو ب22 جنيه وفي ب25. فانا عملت على اساس ان الكيلو ب25 جنيه، هنجيب 5 كيلو رز. لو على حساب الكيلو ب25 يبقى دول 125. جبت ب125 جنيه 5 كيلو رز. دي كانت اول حاجة في الخزين بتاع البيت الاساسي. هتجيبيهم وتحطيهم كلهم في منظم او علبة بلاستيك كبيرة تشيل ال5 كيلو. طب ال5 كيلو هتكفي ان شاء الله، تكفي لأسرة 3 أو 4 أفراد. لو انتي بتستخدميه بالكوبايه، يعني هتشوفي اسرتك بتستهلك قد ايه في اليوم: كوبايتين رز، 3 كوبايات، كل واحده على حسب اسرتها ما بتستهلك. طب هزود كميته ازاي؟ هزود كميته مثلا بالشعريه. ممكن هجيب كيلو شعريه وهزود كميه الرز بيه. مثلا في يوم هعمل وصفه يليق معاها رز بشعريه، هاخد كيس واحد من كوبايه واحده من الشعريه مع كوبايتين من الرز، هتعمل لك حله رز كبيره، لان الشعريه بترمي كتير لما بتستوي. خلاص انا جبت كيلو من الشعريه كمان. الكيلو ده كان عامل 22. جبت كمان مكرونه، والمكرونه انا جبتها سايبه. هتقولي لي طيب الشعريه انت ما جبتهاش سايبه ليه؟ لا، الشعريه دي كانت عندي في تموين. لو انت ما عندكيش تموين انا عامله لك انك هتجيبي كيلو شعريه على اساس ان الكيلو مثلا ب 22. يعني كيلو الشعريه عند اي حد ب 22 جنيه. ومن الحاجات اللي هتوفر معاكي قوي في الميزانيه انك تجيبي المكرونات سايبه. ليه؟ لان الحاجات بتاعت الشركات دي هتفرق معاكي. الكيس هتلاقيه 400 جرام او 350 جرام، وهتلاقيه هيتكلف معاكي اكتر ما تشتري السايب. السايب انا اشتريت 4 كيلو من المكرونه. طبعا بتشوفي على حسب الاسره بتاعتك ما بتحب. في ناس بتحب المكرونه الصغيره، في ناس بتحب المكرونه القواقع، في ناس بتحب المكرونه اللي هي الاقلام اللي بيتعمل منها الصواني. على حسب اسرتي ما بتحب. انا جبت 2 كيلو من المكرونه الاقلام، وكيلو واحد بس من المكرونه الاسباجيتي، وكمان كيلو من المكرونه المكرونه الصغيره. فنوعت كده ال4 كيلو. وزي ما قلت لحضراتكم اللي ما عندهاش تموين هتجيب 5 كيلو من المكرونه، 4 كيلو مكرونه، وكمان كيلو من الشعريه. وكيلو الشعريه على فكره هيرمي معاكي اكتر من ما بتجيبيه اكياس من بره. تمام كده، يبقى خلاص المكرونه خدت معايا 110. بعد كده الحاجة الأساسية جدا اللي هي مهمة جدا برضو في الخزين البيت الأساسي، واللي بتوفر معاكي في الميزانية، وهي الدقيق. الدقيق برضو لو انت هتشتريه سايب في الكيلو ب18. في ناس بتجيب الكيلو ب18 جنيه، وفي ناس بتجيب الكيلو ب20 جنيه. انا مثلا متعودة على النوع ده من الدقيق، فبصراحة قليل جدا لما بغيره. لو ما لقيتوش ممكن اجيب من السايب، لكن طول ما انا بلاقيه بجيبه. انا جايبة التلاتة دي 3 كيلو دول ب60. الكيلو عامل 20. خلاص. زي ما من خزين البيت الاساسي كمان وهو الزيت او السمنه او الزبده. ازازه الزيت دي دي بتاعه التموين. خلينا نتفق ان في ناس ما عندهاش تموين. طب لو انت ما عندكيش تموين هتجيبي ازازه زيت زي دي، برضو سعرها بقى مختلف، في ب60 وفي ب70. خلينا نقول انا حاطه ازازه الزيت 60 لان دي ازازه صغيره. طيب ازازه الزيت دي هتكفي معايا؟ لا طبعا مش هتكفي طول الشهر. فانت هيكون عندك يا اما قالب زبده في التلاجة. طبعا خلينا نتفق ان كل البيوت ربنا يا رب يجعل بيوتكم عمرانه كلها فيها زبده او سمنه او زيت. طب لو انت مثلا ما عندكيش وميزانيتك يوميه وما عندكيش مثلا، فانت هتجيبي ازازه الزيت اللي هي ب 150 جنيه او 152. دي ازازه كبيره بتعمل معاكي كميه كويسه جدا، بيبقى ما شاء الله بتبقى فيها بركه. الازازه الكبيره دي اللي هي ب 150 او 152 على حسب ما بتكون، على حسب الاسعار عندك. هتجيبي ازازه كبيره منها تقعد معاكي الشهر كله.
بعد كده جبت كمان ازازة خل، ازازة الخل دي عاملة 14، انا دايما بجيب النوع بتاع روز جاردن او غيره، يعني ما تفرقش بصراحة معايا. ازازة الخل دي بتقعد معايا طول الشهر، بستخدمها في حاجات كتير جدا، وكمان بعمل بيها دورة خل غسالة، فهي بصراحة يعني بتقعد لحد اخر الشهر. كمان جبت كيس الملح ده، وكيس الملح ده كان عامل 5 جنيه. ماشي. ده كيس موفر ما شاء الله، الكيس الكبير ده احسن من الاكياس الصغيره اللي هي ب2 جنيه الكيس. ما بيبقاش فيها بركه، خلينا نجيب الكيس اللي هو ب5 جنيه على طول مره واحده ده. الناس اللي بتحب تعمل معجنات في البيت، فانا حاطه 20 جنيه للخميره والبيكنج باودر. ممكن تجيبي اكياس كده زي ما انت عايزه. انا جبت 3 اكياس من البيكنج باودر، و3 اكياس من الفانيليا. ممكن تجيبي كمان منهم كيسين كمان عليهم. كل ده هيعمل معاكي حوالي 20 جنيه. اكياس خميره بيكنج باودر فانيليا، عشان تبقى موجوده عندك في البيت لو عاوزه تعملي اي حاجه حلوه، اي معجنات، يبقى الحاجات موجوده عندي في البيت. تعالوا بقى بعد كده للكيس اللي هو بتاع الوجبات الموفرة، واللي هيسد معاكي في اي ميزانية، لانه بصراحة بينفع جدا في الايام اللي احنا بنبدأ ان احنا نقضي فيها يعني يوم كده ويوم كده، فبيشيل معاكي في ميزانية اللحوم شوية. وهو الكيس بتاع البقوليات، انا جبت نص كيلو من الفول عامل 25 كيلو. الفول البلدي ده ب50 جنيه، برضو ممكن يزيد شوية في بعض المحافظات ممكن يكون ب52 أو 53. فأنا جبت، انت هتجيبي نص كيلو بس، النص كيلو ب25، ده النص كيلو ده هيرمي معاكي كمية كبيرة. يعني لما يتعمل كله على بعضه كده في حلة، هيرمي معاكي أكياس كتير، يعني بيكون فعلا موفر جدا عما بنجيب من بره، لأن الحاجات دي دلوقتي الفطار بتاع بره بقى غالي. جبت كمان نص كيلو من الفاصوليا البيضة، والفاصوليا البيضة دي ممكن تستبدليها باللوبيا زي ما انت عايزة، في لوبيا وفي فاصوليا. وده كان الكيلو بتاعها عامل حوالي 58 جنيه. يعني ممكن تجيبي نص كيلو. النص كيلو مثلا انا جبت بصراحة ب25، يعني انا جبت اقل من نص كيلو بشوية. الشوية دول كانوا عاملين معايا 25 جنيه. ماشي. ممكن تبدأ تستبدليها باللوبيا على حسب ما اسرتك بتحب. جبت كمان عدس اصفر، لان العدس الاصفر مفيش غنى عنه، بعمل منه الفول، بعمل منه شوربة عدس. برضو الشوية دول كانوا ب20 جنيه. هو حوالي برضو مش عارفة ب54 53 حاجة كده. فانا جبت ب20 جنيه بس عدس اصفر. خلاص، هو ما شاء الله بيرمي يعني كمية كويسة. فهنقول دول حوالي نص كيلو او اقل من نص كيلو بشوية. طبعا مفيش غنى عنه خالص في الشتاء. جبت كمان برضو عدس بجبة، الشوية دول برضو كانوا عاملين 20 جنيه. انت ممكن تقولي مثلا لو انت عايزة تجيبي ب20، وانا عايزة 300 جرام، 350 جرام، اقل من نص كيلو بشوية. لو انت عايزة تزوديه شوية وتجيبي نص كيلو ماشي، مفيش اي مشكلة. فهو برضو من الحاجات اللي بتنقذ معايا بصراحة الميزانية، لان هو بيعمل وجبات حلوة جدا وموفرة. جبت كمان برضو اللي هو مفيش غنى عنه، هو الفول المدشوش. ده نص كيلو عامل حوالي 22 جنيه. النص كيلو ده حلو جدا، بعمل برضو منه الطعمية في البيت. فهو بعمل منه بصرح، فهو حلو جدا بصراحة. زي ما قلت لكم مفيش غنى عنه. اخر حاجه معايا بقى وفي البند بتاع النهارده في خزين البيت، وهو التوابل او البهارات. انا حطيت لها حوالي 50 جنيه. طب 50 جنيه في الشهر، هقول لك ايوه تجيبي ايه بال50 جنيه. هنجيب الحاجات الاساسيه. هتجيبي الاول ورق لورا اللي كان في البرطمان ده، ورق لورا انا جايباه. ده فلفل اسود حصى، الشويه دول بحوالي 11 جنيه. بس تجيبيه حصى، يعني ما تجيبيهوش مطحون، جيبيه حصى. وهنجيب ب5 جنيه ورق لورا، ده كان عندي زي ما قلت لكم ال5 جنيه دول بيرموا كتير جدا. جبت كمان كبابه صيني برضو بحوالي 10 11 جنيه. انا عشان كنت جايبه من فتح الله، فلما بقول له ب10 بيديني ازيد شويه. لو انت هتجيبي الحاجات دي من عند العطار من بره، فهيحط لك بال10 بالظبط. فتشوفي عطار يكون كويس كده، وتجيبي منه بال50 جنيه كلها التوابل اللي هي الأساسية اللي انت بتستخدميها. جبت كمان برضو الشوية دول من الجنزبيل، كانوا عاملين حوالي 11 أو 12 جنيه برضو. فاحنا هنقسمها. لو هتجيبي 10 جنيه فلفل اسود حصى، هتجيبي ورق لورا بحوالي 5 جنيه، هتجيبي كبابة صيني بحوالي برضو 10 جنيه، احنا كده ب25. هتطحني كله مع بعض، وتطحني الورق اللورا، وتزودي الفلفل الاسود، وتزودي الكبابة الصيني. كمان عندك جنزبيل، عندك كاري وبابريكا. هتجيبي ب10 كاري وب10 بابريكا. ممكن تزودي بقى، تجيبي اي حاجة تانية مثلا ب7 8 جنيه. المهم تعملي من 50 ل60 جنيه توابل او بهارات. هنجيبها زي ما قلت لكم من عطار كده فرط، هيعمل معاكي 50 او 60 جنيه، هيعملوا معاكي شويه توابل كويسه تمشيكي، وانت تقدري انك انت تتصرفي. وزي ما قلت لكم ان اللي عايزه الحاجه تكفيها بتكفيها.
عايزة إن أنا أخلّي شوية الفلفل الأسود دول يكفّوني، هيكفّوني، هازوّد بالورق اللورا، هاطحنه طحنة كويسة جدًا، جدًا في الكبة، وأزوّد بيه على فكرة ما بيبقاش مش بيغيّر خالص، خالص في الطعم، وهيفرق معاكِ، لإن الفلفل بصراحة غالي. بس كده كمان بعد كده كمان النشا، شوية النشا دول اللي قدام حضراتكم دول ب10 جنيه، أنا جايباهم ب9 جنيه و20 يعني ب10 جنيه، هنقول ب10 جنيه هيدّيكِ كمية كويسة. النشا من الحاجات المهمة جدًا، بينفع في الحلويات، وهو كمان أنا باعتبره أداة حلوة جدًا للربط في الأكل، بيربط لِك أي مكونات مع بعضها، فما فيش غنى عنه. لحد هنا خلاص خلص الفيديو بتاعي النهارده، أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومة واحدة بس أو بفكرة واحدة بس. وأتمنى منكم إن أنتم لو استفدتوا من الفيديو ما تنسونيش في اللايك، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.